يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل اللي بيتابعونا. معاكم الشيف صافي شوقي. برحب بيكم وبرحب بكل مشاهدين برنامج من كل بلد أكلة. النهاردة هقدم لكم وصفات حلوة قوي. وصفاتنا النهاردة هنعمل يعني منيو جميل جدا، كلنا ما بنختلفش عليه اتنين. كله بيحبه، بننزل نشتريه مخصوص وبنبقى يعني حابينه قوي. النهاردة هنعمل كشري مصري أصيل. هنعمله بقى بتركايه كده حلوه قوي وايه وحاجات كده بسيطه كده بس حلو جدا. هنعمل بقى الكشري المصري، هنعمل معاه طبق سلطه خضراء، يعني اكله متكامله. يعني الكشري المصري معانا مليان بالعناصر والفيتامينات، اللي هو البروتين النباتي اللي هو العدس والحمص. هنعمل بقى جنبه طبق سلطه خضراء حلو قوي. هنعمل بقى حاجه كده ترطب كده على قلبنا، هنعمل سموزي المانجا بالجزر، حاجه كده جديده وحلوه قوي. هنعمل بقى نقول المقادير بتاعتنا. مقاديرنا هتنزل على الشاشه، بس انا هقولها. هي مقادير الكشري المصري بتبقى مقاديره كتيره شويه، بس هنقولها واحده واحده وطريقه طريقه وانا بشتغل فيها، وهتنزل على الشاشه. واللي مش هيلحق يكتب ورايا صورها على ايه على الشاشه لما تنزل. معانا الكشري المصري بقى كوبايتين رز مصري، وكوب شعريه، شعريه شعر، واتنين كوب عدس بجبه اللي هو العدس البني، وكوبايه مكرونه مرمريه، ونص كيس مكرونه اسباجيتي، وميه مغليه. الميه المغليه بتاعت ايه المكرونه اللي هنسلق فيها. ومعانا بقى الزيت التحمير بتاع البصل. الزيت التحمير بتاع البصل ده اللي هنشتغل بيه الاكله بتاعتنا كلها، هنعمل كل الوصفات بيها. عندنا بقى هنعمل العمايل الدقه بتاعتنا. احنا هنقول المقادير كلها وهتنزل على الشاشه واحده واحده. الدقه بتاعتنا هتبقى معلقه صغيره ثوم، وعصير ليمون، وكوبايه ميه، وكوبايه خل، وكزبره ناشفه، وكمون وملح. ديت للدقه اللي هي بتبقى ايه بالميه، واللي هي العصير الليمون. عندنا بقى اللي هي الدقه اللي هي الشطه، الزيت اللي هو الحر ده. هنعمل بقى المقادير بتاعته زيت وشطه وصلصه كشري، وهقول لكم صلصه الكشري بنعملها ازاي واحده واحده مع بعض، وملح وكمون. عندنا بقى الصلصه بتاعتنا اللي هي صلصه الكشري بقى اللي مميزين بها حلوه قوي. عندنا بقى توم وعصير طماطم وربع كوبايه خل ومعلقه سكر وملح وكمون وفلفل اسمر. المقادير هتنزل تاني واحده واحده وهنصورها وهقولها وهعيدها لحضراتكم واحده واحده. اول حاجه هنشتغل بيها البصل هنحمره عشان احنا هناخد الزيت بتاعه ونشتغل بيه، يعني هو ده هو الاساس معانا. اول حاجه البصل بقى هنعمل له بقى ايه تركاه حلوه كده بقى علشان يبقى مقرمش كده وحلو، زي ويبقى لونه ايه ذهبي زي ما بنشتريه بالظبط. هنحط عليه معلقه دقيق، نحط عليه معلقه ملح، بس ايه عشان نطعمه كده ونقلبه مع بعض. البصل ده بنقطعه جوليان رفيع جدا، ما ينفعش نقطعه تخين علشان يبقى ايه معانا إيه كريسبي كده ومقرمش كده وحلو. حتى لو قعد معاكي يعني عملناه للصبح هيقعد معاكي لاخر النهار بالليل، هيبقى ايه حلو معاكي جدا وايه وكريسبي وجميل. اهم حاجه ننزل بالزيت بتاعنا يبقى سخن، ونستغل الوقت بتاعنا بقى نسلق المكرونه معانا. المكرونه معانا منزلين ميه، نجيب المكرونه بتاعتنا بقى المرمريه ايه الزغنطوطه ديت. حابه بقى اللي انت تعمليها اللي هي الخواتم تمام، اللي هي الصغيره حلوه دي. ومعانا بقى الاسباجيتي بتاعتنا. حابه اللي انت تسيبيها يعني صحيحه كده، لا يعني انا بحب اقسمها اتنين تبقى حلوه قوي. بصي هو الكشري المصري ده يعني ايه ملك الاكلات، بنعشقه قوي وبنحبه. هنعمله حلو قوي احسن من ايه من المحلات من بره، حتى انت ضمنه ومليان بالفيتامينات حلو قوي. ايه نكسرها اتنين كده. إيه ده معايا كوبايه
مكرونه، وايه ونص كيس مكرونه اسباجيتي. بصي هي العدس معايا ملهوش مقدار، بيبقى حسب افراد الاسره، يعني حسب افراد الاسره انت بتعملي يعني اللي انت عايزاه، بس المقدار اللي انا عاملاه ده هيعمل حله حلوه قوي. نشوف معانا. ايوه البصل كده تمام. لو انت خايفه ان الدقيق يحرق لك الزيت ما تخافيش، بمصفى كده صغيره وصفيه حبه حبه، وخلي بالك. كده تمام. هن... هنقلب البصل معانا. البصل بياخد اول ما بينزل في الزيت بياخد اللون بتاعه اللي هو الذهبي الجميل ده على طول. بصراحه الريحه حلوه قوي. احنا بقى اول حاجه بنقلي البصل معانا ليه؟ علشان ناخد الزيت بتاعنا هنعمل بيه بقى الايه الكشري، هنطبخ بيه الرز، وهنعمل بيه الصلصه، وهنعمل بيه المكرونه. يعني هو ايه بقى، هو كده الاساس بتاعنا. مش هينفع نجيب زيت تاني، لا هو بيطعمه وبيطلعه حلو قوي. ده سر من اسرار المحلات اللي احنا ايه بنشتري الصلصه بتاعتنا. طب الصلصه مش زي اللي احنا بنعملها في البيت ليه؟ لا هقول لكم هنعمل طريقه حلوه قوي للصلصه. نجيب معانا طبق ونطلعه على مناديل. واللي خايف بقى اللي البصل معايا بيطرى، ممكن تطلعيه على مصفى ويفضل ايه زي ما هو، يحتفظ بالقرمشه بتاعته. تمام. واللي حابه وكده كده اصلا وانت بتطلعيه على المصفى كل الزيت اللي فيه هينزل. بصي احنا بنطلعه لونه ذهبي كده علشان اصلا لما بتطلعيه بياخد لون تاني، يعني ايه لسه بيحتفظ بالحراره بتاعته وبيفضل ياخد لون. يعني ما تطلعهوش غامق قوي وتطلعيه ويبقى على المناديل ايه يسود اكتر، لا تطلعيه اللون الذهبي الجميل ده حلو قوي. هننزل بسم الله كل المقدار بتاعنا. نقلي بقى الاول البصل معانا، وبعد ما نقلي البصل هنعمل بقى العيش الحلو اللي احنا بنشتريه من المحلات اللي بيتقدم معاه. يبقى اول حاجه كل البصل ايه هنعمله الميه بتاعتنا ديت نغطيها علشان تغلي بسرعه معانا، تغلي بسرعه. نشيل عشان الكاميرا كده تمام. كده عندنا ايه هنعمل كشري مصري حلو قوي. قلنا المقادير بتاعتنا، اول حاجه بنعمل الزيت بتاعنا بنحمر ايه بيه البصل وهنشيله على جنب نعمل بيه الرز بتاعنا. الرز بقى اللي انا هعمله ده بطبخه كله في حله واحده. بطبخ الرز والشعريه والعدس في حله واحده. يعني مش بسلق العدس، لا العدس بنقعه قبلها بايه بربع ساعه او نص ساعه. اصل العدس ما بياخدش وقت. لو العدس البلدي بياخد وقت. لو انت جبت العدس البلدي بياخد وقت، ممكن يبقى قبلها بساعتين 3. ليه بقى بنشيل اي غازات؟ بنطلع الغازات اللي هي بتبقى في البقوليات بتاعتنا. زي الحمص بردك، الحمص ده بياخد وقت معانا. الحمص سلقينه ده بننقعه الاول قبلها بساعه كده، وبعدين ايه بنشطفه حلو، بنصفي الميه اللي فيه وبعدين نشطفه وايه ونسلقه بقى. نسلقه بمعلقه ايه معلقه ملح ومعلقه كمون، وبتسلقيه حلو قوي. عشان الحمص معايا انا ما سلقتوش قدامكم علشان بياخد وقت في الايه في السلق. كده تمام. عندنا الايه البصل بيتحمر، وبعد البصل هنعمل العيش بتاعنا الحلو ده هنقليه. العيش بتاعنا بنجيب العيش وبنقصه بالمقص بتاعنا، بيبقى كده التقطيعه اللي انت بتحبيها.
هنقليه بعد البصل عشان ياخد طعم الايه، طعم البصل. الزيت بتاع البصل ده حلو جدا. هتقولي لي الاكله ديت يا شيف مش حلوه للدايت؟ لا، جميله جدا للدايت. اصلا عندنا البروتين النباتي جميل جدا، حلو. الاكله ديت فيها ايه؟ شامله عدس ورز وشعريه وحمص وصلصه ودقه، وصلصه ودقه حاره حسب ما بتحبي، والبصل يعني فيها، والمكرونه فيها كل العناصر الجميله جدا. اللي عامل دايت لما ياخد 8 معالق حلوه قوي، 8 معالق شامله كل المكرونه والرز والعدس والحمص، ومعاها طبق السلطه الخضراء اللي انا عاملاه، السلطه الخضراء بتاعتنا البلدي الجميله اللي فيها اللي هي الخيار والطماطم والفلفل، حاجه يعني بصراحه حلوه قوي. وعاملين بقى حلو بتاعنا كده كمان هقول لكم عليه بقى واحنا بنشتغل، بس اصبري عليه بس هو هياخد الوقت معانا. نستغل الوقت بتاعنا ونعمل الصلصه بتاعتنا. تمام، المكرونه معانا الميه غلت اهي. هننزل معانا المكرونه بمعلقه ملح. تمام، وهننزل بالمكرونه. بسم الله. نقربها معانا الاول، ننزلها. هو الطبق معانا كبير، مفروض ايه نلم الحاجه بتاعتنا دي دلوقتي. كده تمام. يبقى حطينا معانا معلقه ملح، ونقلب المكرونه. نقلبها مع بعض، نسيبها بقى ايه تستوي. تمام، نسيبها تستوي معانا. تمام، هنشغل بقى نعمل الصلصه بتاعتنا. نحط معلقه زيت على المكرونه، نقلبها حلو علشان ما تمسكش في بعضها. يبقى حطينا مكرونه اسباجيتي، وحطينا مكرونه مرمريه اللي هي الصغيره. هنعمل الصلصه معانا. الصلصه بتاعتنا جبت كيلو طماطم، غسلته حلو قوي وقطعته 4 وسلقته. بسلق المكرونه معايا الكيلو الطماطم. الكيلو الطماطم عليه ربع كوبايه ميه. ليه ما بكترش ميه؟ بسلقها وبكترش ميه علشان المكرونه معايا فيها فيها بتنزل الميه بتاعتها، العصير بتاعها. يبقى بغسل بغسل الطماطم حلو قوي وبقطعها 4 وبنزل عليها في حله بربع كوبايه ميه، وبعدين بحطها في الحله بقى بتستوى معايا. بعد ما تستوي بقوم بقى اسيبها تبرد شويه وانزلها في الخلاط معايا اضربها، بتبقى حلوه قوي. بعد ما بتضرب معايا في الخلاط بصفيها، بتخلص من البذر بتاعها، بتبقى جميله جدا وبتبقى تقيله كده عامله زي البوريه طماطم كده، اللي بقى يعني المعلقه منها كفايه بجد، بتبقى حلوه قوي مع الكشري. يعني لو انت بتعملي كشري بتبقى حلوه قوي معاه. اللي هي كيلو طماطم عليه ربع كوبايه ميه،
وبنسلقها في الحله وبتستوي حلوه قوي. عايزه تسيبيها صحيحه تمام، بتقطعيها 4 وبتسيبيها تبرد وتضربيها في الخلاط. ما بتحطي فيها ميه بقى ولا اي حاجه، بتتضرب في الخلاط وبتبقى سهله وبسيطه جدا وبتبقى حلوه. وبعدين بتصفيها، اهم حاجه تصفيها، اوعي ما تصفيهاش، مش هتبقى لطيفه، مش هتبقى حلوه. ليه؟ عشان هي لما بتستوي معايا بتطلع القشره بتاعتها وبنتخلص من البذر بتاعها، وبتبقى عامله بقى زي ايه، زي الطماطم اللي هي الجاهزه اللي بتبقى في البرطمانات اللي احنا بنشتريها، بتبقى غاليه قوي ديت، وبتبقى جميله جدا. عندنا البصل، شوف البصل معانا بقى حلو قوي، حلو بصراحه، خد اللون الذهبي. ما تستعجليش عليه، يعني ما تستعجليش عليه وما تسيبوهوش يغمق اكتر من كده. يعني ايه، هو لما بتطلعيه، شوف انا طلعته ذهبي حلو قوي، خد اللون الذهبي. البصل ده عملته ازاي ومقرمش وجميل بصراحه اهو، صوته حلو قوي. اما حطيت عليه معلقه دقيق، حابه تحط عليه معلقه نشا، تمام، مع معلقه الدقيق تمام. قلب معانا المكرونه معانا اهيت جميله جدا. هد عليها، طلع بقى البصل بتاعنا الجميل اللي خد اللون الذهبي الحلو جدا، حلو قوي، جميل جدا. حابه ان انت مش تطلعيه على مناديل علشان ما يطراش، ديت معلومه حلوه قوي. كتير بيقول البصل معانا بيطرى، يعني بعد ما بنطلعه بنلاقيه طري كده وما بيبقاش لطيف. لا، ممكن تطلعيه على مصفى، هيصفي الزيت اللي فيه وهيفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته. وحطينا فيه ملح علشان لما تيجي تاكليه يبقى طعمه ما يبقاش عادي كده. تمام، خلاص كده عملنا البصل بتاعنا الجميل. معانا بقى الزيت الحلو ده بقى، ده الاساسي معانا. هنعمل بقى ننزل بحبه صغنطتين كده. احنا متفقين اللي احنا هنطبخ بيه الاكل بتاعنا كله النهارده على مهلنا كده، بسم الله. واهم حاجه وانتي يعني بتشتغلي كده تحافظي كده على نفسك من الزيت، ربنا يحفظنا يا رب جميعا يا رب. تمام، معانا المكرونه كده ان شاء الله حلوه اهيت. نطفي عليها ونسيبها في الميه السخنه بتاعتها ديت ونصفيها. هننزل بقى معايا هنعمل الصلصه بتاعتنا، الصلصه اللي انا كنت بشرحها لحضراتكم. الصلصه اهيت بتاعتي الجميله، الصلصه ديت اللي انا ضربتها سلقتها وضربتها في الخلاط وصفيتها. شوفي جميله جدا، مفيش عليها ميه ولا اي حاجه، هي نزلت الميه بتاعتها يا دوب بس الربع كوبايه ميه اللي انا كنت سلقاها معاها. نزلت بقى معايا بالزيت اللي انا كنت بحمر بيه، الزيت اللي انا حمرت بيه. هنزل بقى بمعلقه تومه، بسم الله، معلقه تومه كده، مش هخليها تحمر قوي، مش هخليها تحمر قوي. وهنزل بقى بربع كوبايه خل، بسم الله. بسم الله. هنزل بقى بالصلصه، يبقى عملت تمام كده. يبقى عندنا الصلصه بتاعتنا، الصلصه بتاعتنا اللي احنا سلقينها، حطينا معاها زيت الزيت ده بتاع التحمير بتاع البصل، ومعاه معلقه تومه، ونزلت بقى بالطماطم بتاعتي اللي انا سلقتها وضربتها. هحط البهارات بتاعتها، هتبقى معلقه ملح ومعلقه كمون. الكشري بيحب الكمون اكتر، وسنه فلفل اسمر بسيطه. بص، الكشري مش بيحب الفلفل الاسمر، يعني سنه بسيطه بس خالص علشان انا عامله صلصه طماطم. هو الكشري مش بيحب الفلفل الاسمر اكتر. هنحط بقى معلقه سكر كده صغنطوطه بس عشان الحموضه بتاعتنا بتاعت الطماطم. هنصفي بقى معانا
المكرونه نصفيها. بسم الله. صفينا معانا المكرونه وسيبناها تنزل الميه اللي فيها في المصفى. هنطبخ بقى معانا الرز. نفتح كده البوتاجاز معانا. يبقى احنا حطينا الصلصه بتاعتنا تتسبك، وهنعمل الرز معانا. شوف الصلصه مش هتاخد وقت خالص. الصلصه اهي تتسبك معانا. اللي المقادير بتاعتنا نزلت على الشاشه وصوروها، وهنعيد تاني ونقول عملنا اللي لسه ما لحقش. معانا بقى الحله بتاعتنا اللي هنطبخ فيها الرز. هناخد الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل كده. تمام. بسم الله. كده معانا الزيت. نحمر معانا بقى الشعريه. معانا كوبايه بسم الله. معانا كوبايه شعريه، كوب شعريه. معانا كوبايه شعريه نحمرها حلو. نحمرها معانا تاخد لون ذهبي كده حلو. وبعد ما تاخد اللون الذهبي معانا هننزل بيها هننزل بالرز. وبعد الرز هننزل بالعدس. كده معايا الصلصه تتسبك حلو قوي. الصلصه لونها جميل جدا، حلو قوي. لازم تجربوا الوصفه الجميله ديت وتقولوا لي عليها. كشري ده يعني ما مختلفش عليه اتنين، كبار وصغار بيحبوه بصراحه. حلو قوي. واكله ما نقولش بقى هي اكله فيها بروتين نباتي بصراحه هايل عالي جدا. هنقلبها حلوه قوي مع بعض كده تاخد اللون الذهبي. تاخد اللون الذهبي بتاعها. نهدي معانا على الصلصه بتاعتنا. بسم الله. الصلصه بتاعتنا مش بتتسبك قوي يعني. بصي هي المعلقه منها تكفي يعني من كوبايه صلصه طماطم. هي بتبقى تقيله جدا. جربوها وقولوا لي عليها، حلوه قوي. هنقلب الشعريه معانا. المقادير بتاعتنا هتبقى كوبايه شعريه عليها كوبايتين رز وعدس. العدس جربيه مع الرز كده تطبخيه هايل جدا. بس احنا هنشيلها من على النار كده. تمام. معانا الشعريه كده خلص. الصلصه معانا صلصه الكشري. نقول عملناها تاني ازاي. نشيلها من على النار خالص. بسم الله. صلصه الكشري نقول عملناها تاني ازاي. جبنا كيلو طماطم، ضربنا غسلناه حلو قوي، قطعناه 4/4. جبنا حله ونزلنا بيه في الحله بربع كوبايه ميه. ربع كوبايه ميه سيبناها تستوي معانا على النار. وبعد ما استوت معانا على النار سبتها تهدى علشان ما ينفعش ان انا اضربها في الخلاط وهي سخنه. وبعد ما ضربتها معايا في الخلاط ما حطيتش ميه تاني خالص بقى. بعد ما اتضربت معايا في الخلاط صفيتها. واهم حاجه تصفيها، بتتخلصي من البذر اللي فيها ومن القشر اللي فيها، وبتبقى كده معايا كريمي كده وجميله حلوه قوي. معانا صلصه جميله جدا، حلوه قوي. نعمل بقى الشعريه بتاعتنا. اهم حاجه الشعريه تاخد لون ذهبي، ما تغمقش منك.
بصي لازم تظبطي الاكل بتاعك، لو ظبطتيه هتطلعيه احلى من بتاع المحلات بجد، حتى انت بتبقي ضامنه انت عاملاه ازاي. هي اكله بقى احنا كلنا بنقول احنا لسه هنقوم نعمل الكشري المصري، لا ده ايه، ده بياخد حلل كتير وبياخد وقت ومده كتير، لا خالص. انت لما تقومي كده وتعملي كده وتبقى حابه النهارده الخميس كده الاجازه بتاعتنا بتاعت اولادنا وكلنا بنبقى. الو حنين. انا يا ستي انا بحبك قوي وانا ماما بتتفرج عليك. يا حبيبتي تسلمي لي، اتفضلي يا روحي. ليكي سؤال؟ ممكن بس اديك السلام؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه الرز الاصفر والزلابيه، معلش اديك الوقت عشان انا قاعده قدام التلفزيون. عايزه مقادير الزلابيه. طريقه الرز الاصفر. الرز الاصفر، الكشري العدس يعني. لا ده الرز البسمتي. الرز الزلابيه. الرز الاصفر. طيب يا حبيبتي الرز اللي هو مبهر ده. طيب يا روحي حاضر. الزلابيه. والزلابيه حاضر يا حبيبتي. ماشي يا روحي. ماشي يا حبيبتي، شكرا لاتصالك، شكرا يا حنين. هنقول لحنين على الوصف على الزلابيه بتاعتها، والرز اللي هو مبهر اللي هو الرز الاصفر ممكن نعمله برز مصري او رز بسمتي. هنقول لك يا حبيبتي عليه. معايا الرز المبهر معايا، لو حابه ان انت تعمليه برز مصري هيبقى حلو جدا. حابه تقومي تبشري بصلايه واحده على كوبايتين رز. بنزل الاول بالبصلايه في الحله زي ما انا بشتغل كده، عليها معلقه زبده ومعلقه زيت، وبنزل بالبصلايه وبحط عليها البهارات بتاعتها اللي هي الكاري والكركم والملح والفلفل الاسمر. وبعدين بنزل بقى بالكوبايتين الرز وببقى غاليه ميه، بنزل كوبايتين الرز المصري عليهم كوبايتين ميه. لو انت هتعمليه بقى حابه ان انت تعمليه برز بسمتي، هيبقى الكوبايتين الرز البسمتي عليهم 4 كوبايات ميه. وده الرز يا حبيبتي الاصفر وبالف هنا. هقول لك على الزلابيه. فهننزل الاول بس معانا احنا حمرنا معانا الشعريه معانا اتحمرت صفريت وجميله وخدت اللون الذهبي الجميل كده، جميل جدا. هنزل بقى بالعدس. العدس معايا ده انا نقعاه، يعني انا نقعته لمده نص ساعه. معايا نقعته لمده نص ساعه حلو قوي. هنزل بقى ما سلقتوش. لو هو العدس البلدي بتاعنا اسلقيه وبياخد وقت او نقعيه 4 ساعات العدس البلدي. لكن العدس اللي هو في السوبر ماركت اللي هو في الاكياس ده عادي نقعيه نص ساعه واشتغلي بيه عادي كده تمام. شوحناه مع بعض اهوت. نزلنا ده ربع كيلو عدس، يعني هنقول كوبايتين عدس مش كبار قوي، ربع كيلو على كوبايه شعريه. هنحط البهارات بتاعتنا الاول. العدس بيحب الكمون كده، معانا الكمون ومعانا الملح تمام. هنقلبهم حلو قوي، شوحناهم مع بعض. شوفي اللون معانا جميل من غير لسه ما الرز معانا يستوي معانا. هننزل معانا بقى بالرز. معانا كوبايتين رز. الرز بتاعنا ده المصري اللي فيه رز مصري ما بتغسلش، ده مش غسلان اللي هو النظيف. الرز العادي اغسليه بس مش تنقعيه، تغسليه بس مش بيتنقع. الرز المصري معانا لما نيجي نعمله بالكشري ما بننقعوش كده، ونقلبه كله مع بعض حلو قوي. اللي هيدينا بقى الطعم الخطير الحلو جدا اللي هو اللي هو الزيت بتاعنا اللي هو بالبصل كده تمام. شوحنا كل حاجه مع بعضها حلو قوي، حطينا التوابل بتاعتنا. هننزل معايا بالميه، الميه تكون سخنه. بسم الله. يا شيف المقدار ده هيتحط له قد ميه؟ تمام. احنا حاطين كوبايتين رز، عليهم كوبايه شعريه، وعليهم كوبايتين عدس.
يبقى هننزل قد ايه؟ هننزل 4 كوبايات ميه. كده هنقلب. هن- تمام. هنقلب الرز حلو مع بعضه وهنغطيه ونطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم. ورجعنا لحضراتكم من الفاصل وعملنا الكشري المصري بتاعنا وسيبناه معانا يستوي. هنعمل معانا الدقه بقى بتاعتنا اللي هي الدقه الشطه اللي هي زيت الحار، وهنعمل بقى الدقه التانية اللي هي بالعصير الليمون والايه والخل والميه. هنعملها كده على السريع معانا عشان لسه هنعمل وصفات حلوه جميله جدا معانا. نشيل ده معانا. تمام كده تمام. هنعمل بقى الايه الدقه بتاعتنا الحلوه، هي الدقه بالشطه. هننزل معانا بالزيت، اتفقنا ان الزيت بتاعنا بنعمل بيه كل حاجه. دي زيت اللي هو ايه زيت البصل. هنعمل الدقه بتاعتنا اللي هي الحاره دي. هننزل معانا بالثوم، معانا معلقه ثوم كده حلوه. الدقه بتاعتنا دي برضك هنحط على المكرونه. هنقلب المكرونه بتاعتنا كده. احنا بنطعم برضك الدقه بتاعتنا المكرونه بتاعتنا بالزيت، الزيت اللي هو بتاع البصل ده ياخد نفس الطعم كده. مكرونه معانا جميله جدا. تمام. هنحمر معانا بقى الثوم. الثوم ده بقى بنحمره بالزيت بتاع بالشطه، وخلي بالنا تاخد بقى ايه تحميصه. الشطه دي بنحمصها، حمصيها يا شيف. بنحمصها بتبقى حلوه جدا، بس بقى حاسبي بقى ايه على مهلك كده. نهدي بس على الرز معانا عشان بيتشرب. الرز معانا اهوت ما شاء الله اتشرب. هدي معانا بقى ايه نزلنا بالزيت والثوم، ومعانا الايه الشطه. هننزل بعد ما ننزل بالشطه ننزل ايه بالربع ايه كوبايه خل كده. وهننزل بقى بايه كمان بكبشه كده صلصه طماطم كده. صلصه طماطم كده تمام. هي كبشه واحده كده صلصه طماطم، بس احنا بنحط بالمعلقه. يبقى حطينا ايه حطينا الثوم وحطينا شوحناه في الزيت وحطينا معاه الشطه، ونزلنا بايه ونزلنا بكبشه طماطم في ربع كوبايه خل. هننزل بقى البهارات بتاعتنا كمون وملح بس. كمون وملح وكده تمام. ده الزيت الحر بتاعنا اللي هو يعني سبايسي خالص كده تمام. كده تمام. هنشيله مع بعض عشان كل المقادير معانا هنطبقها حلو قوي مع بعضها. هنعمل ايه دقة تانية. هنعمل الدقة التانية هي ايه بقى. نجيب بس معانا بس ثانية واحدة. معانا ده ايه الطاسه اللي كانت ايه كنا بنقلي فيها.
هنعمل الدقه بتاعتنا في الطاسه اللي كنا بنقلي بيها الزيت. هنعمل الدقه بتاعتنا، نحط معانا حبه زيت ومعاها توم، معانا توم ننزل على النار. شوف معانا الرز بتاعنا ان شاء الله، نقلبه حلو قوي مع بعضه. شوف الرز بتاعنا ما شاء الله حلو وجميل ومفلفل وحلو قوي بصراحة، الريحة جميلة جدا، حلو قوي. لازم نعمل كده زي بتوع الكشري بالظبط. نهدي بقى معانا علشان الرز معانا يستوي. نهدي معانا، نحمر بقى معانا التومات، معاها بقى ايه ربع كوباية خل، معانا بقى ربع كوباية مية. يبقى معانا نزلنا بالزيت والخل والمية، ننزل بقى معانا بالعصير ايه الليمون. ننزل بقى معانا بسم الله عصير الليمون. لو انت حباه اللي هو يبقى ميزز ايه حط اكتر من ليمونه، لكن حبايه يبقى ايه كده حط ليمونه واحده بس كده تمام. حطي بقى البهارات بتاعتك، اللي هي التوابل بتاعتنا. تبقى معانا كمون، ايه معانا كزبره ناشفه، ومعانا ايه ملح. دي كده معانا الدقه بتاعتنا تاخد غلوه كده على النار. ودي الدقه بتاعتنا اللي هي الدقه ايه اللي هي الدقه البيضه، وديت الصلصه الشطه، ومعانا الرز، وعملنا صلصه ايه الطماطم، وقلنا معانا البصل. هنقدم الحاجات الحلوه دي معانا. تقوم بقى معانا في بوله كده تمام. هنعمل بقى معانا دلوقتي سموزي اللي هو ايه بالمانجا على طول. كده معانا سموزي اللي هو المانجا. هننزل معانا في الكبه بتاعتنا، اما الرز معانا يتشرب يتردد بس. هننزل بقى معانا الكبه بتاعتنا، هنقطع بقى معانا المانجا. بس هنعمل حاجه كده مرطبه كده على القلب حلوه قوي. ننزل كده تكون القوام معاها تقيل. هنحط يا شايف مانجا على جزر تبقى حلوه جدا، لازم تجربوها. والمانجا تكون متلجه معانا، وصفه حلوه قوي تمام. معانا الجزر بتاعنا بقى، الجزر معانا متلج. هنحط معانا بقى ربع كوبايه سكر حسب التحليه اللي انت بتحبيها. هتنزلي بقى ايه بتلج معاكي، وهتضربيه معاكي في الخلاط كده تمام.
نضربه مع بعض في الخلاط. بسم الله. نقدم معانا الرز بتاعنا. لسه هنزوده بس شوية مية. شوية مية ايه خفاف بس. كده تمام. نضربه حلو قوي. هو بيبقى القوام معانا تقيل، مش بتحس بطعم الجزر خالص خالص، مش هتحس بطعمه. كده تمام. ونقدمه معانا. مش هتحسي بطعم الجزر خالص، والمانجا بتبقى تقيله وحاجه كده ايه مرطبه كده على القلب كده وجميله جدا. بسم الله. شوفي بيبقى القوام معانا تقيل كده وجميل جدا. عملناه ازاي؟ جبنا مانجا معانا الموسم بتاعها اي نوع مانجا انتوا بتحبوه، بس المانجا الزبديه بتبقى حلوه قوي. ماشي. بصي هما 2 كاس حلو جدا كده تمام. هننضف معانا عشان نقدم معانا الطبق الحلو الجميل. تمام. كده معانا المانجا بتاعتنا الخطيرة، سموزي المانجا حلوة جدا، تجربوها بألف هنا. هنعمل معانا بقى الطبق بتاعنا بتاع التقديم. طبعا متفقين ان العين بتاكل قبل الفم، ديت لازم نبقى متفقين عليها. العين بتاكل قبل الفم، يعني لما يكون شكل الطبق التقديم بتاعك حلو قوي هيكون ايه اولادك نفسهم رايحه على الاكل بصراحه. وممكن تكون مكلفه الحاجه وعاملاها غاليه جدا، بس التقديم بتاعك عادي جدا. لا، لازم التقديم معانا يكون ليه شكل حلو قوي علشان العين بتاكل قبل الفم. طبق كشري خطير فيه كل العناصر والفيتامينات المغذيه جدا. كده تمام. كده حلوة قوي جميل. نعمل معانا ايه بقى؟ احنا عملنا الدقة والصلصة والحاجات الحلوة جدا الجميلة ديت. نغرف معانا بقى الرز الجميل. الرز معانا ازاي حلو قوي بصراحة، يعني كشري في حلة واحدة. رز ايه؟ رز خطير جميل جدا. يعني ايه كشري احلى واطعم من اشهر المحلات اللي بنروح ناكل الطبق بقد كده. طب ليه؟ النهارده الاجازه بقى وبنروح بقى ايه، ولادنا بتبقى ايه ماما عايزين نروح بقى ناكل كشري مصري. طب نقوم بقى نعمله دلوقتي، ما بياخدش اي وقت معاكي خالص وبيبقى جميل جدا حلو قوي. كده تمام. شوفي هو عملت حله رز ما فيش يعني بصراحه. نغرفيها معانا. نعمل ايه بقى معانا؟ نزوق معانا طب تمام عادي. كده نعمل معانا نزوق الطبق بتاعنا الجميل ده حلو قوي. يعني شوف البصل معانا حلو ازاي، بصل طعم جدا حلو قوي. طبق كشري خطير.
كده ننزل بقى كده. احنا برضك حطينا معانا في بولة عشان اللي بيحب يزود، اللي حابب يزود كده. تمام، معانا الحمص بتاعنا كده. يبقى عملنا ايه النهارده؟ عملنا كشري مصري بكل الطلبات بتاعته، اللي هي عملنا الدقة والصلصة الحارة والصلصة الكشري، وسلقنا الحمص الشام معانا، وعملنا معانا البصل. اول حاجة اللي انا بيه البصل، والبصل ده بقى بناخد الزيت بتاعه، ده بقى الكنز معانا اللي بنعمل بيه كل حاجة بنعملها بيه. ده كده تمام. احلى طبق كشري بقى تقدميه لاولادك بقى ولاسرتك ولحبايبك ولاصحابك وضيوفك اللي انت بتحبيهم كده. تمام كده. تمام كده حلو. ممكن نعمل طبق سلطة كده على السريع كده، طبق سلطة كده حلو كده، هنعمله حاجة كده على السريع عشان يبقى كلنا أكلة متكاملة. طب خلاص تمام. ممكن ناكل معاه طبق سلطة خضراء، هتبقى حلوة قوي. اللي هنعملها ازاي؟ هنقطع الطماطم معانا، هنقطع الطماطم على الخيار على الفلفل، وهنعمل اللي هو الدريسنج بتاعه عصير ليمون وملح وفلفل اسمر وكمون. هنقول النهارده عملنا وصفاتنا الجميله ديت. عملنا ايه؟ عملنا كشري مصري اصيل، عملنا بالطلبات بتاعته اللي هي اللي هي صلصه الحاره، وعملنا صلصه الكشري، وعملنا الدقه بتاعتنا. نقول على السريع كده عملناها ازاي. عملنا طبخنا الرز بتاعنا، عملنا الشعريه بالزيت بتاع البصل، ونزلنا بالعدس والرز، وغلينا ميه سخنه وطبخنا الرز معانا. قلينا البصل معانا بالزيت وخدنا طبخنا بيه كل الحاجات الجميله ديت. عملنا الصوص اللي هو الدقه، عملناه ازاي؟ حطينا معلقه توم على زيت على شطه على ربع كوبايه خل وكبشه صلصه طماطم، وسيبناها طلعت الصلصه الحمراء الجميله ديت. عملنا الدقه الحلوه ديت اللي معانا بالعصير الليمون والخل، معلقه زيت على توم وعصره ليمون واحده بس، وايه كوبايه وربع كوبايه ميه على ربع كوبايه خل، والتوابل بتاعتنا كزبره وكمون وملح. عملنا بقى الصلصه بتاعتنا الجميله الحلوه ديت. عملناها ازاي؟ جبنا كيلو طماطم ضربنا خليناه يستوي على النار، وبعد ما استوى على النار بربع كوبايه ميه وضربناه حلو قوي في الخلاط وصفناه، وعملناه على النار بقى الطشه بتاعته الحلوه اللي هي توم وخل، وحطينا الصلصه بتاعتنا اتسبكت وبقت معانا بالشكل الجميل ده. عملنا معانا سموزي اللي هو المانجا جديد وحلو قوي بالجزر يا شيف. بالجزر وجميل وتحفه جدا. عملناه ازاي؟ يا رب يكون الحلقه نالت اعجابكم، واتمنى ان انتم تجربوا وصفاتي وتقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم في حلقه قادمه. الى اللقاء.